تبدو رسالة الإدارة الأمريكية هذه المرة أكثر وضوحاً. الرئيس أوباما يعتقد أنه يجب أن تكون هناك محاسبة للذين يستخدمون أبشع الأسلحة ضد الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم. ويرى الكثير من المحللين أن الرئيس أوباما سيحدد خياراته خلال هذا الأسبوع. وعلى مدى عامين تجنب البيت الأبيض الانخراط في أي عمل عسكري مباشر في سوريا التي تمزقها الحرب الأهلية، فبدلا من ذلك اختارت الإدارة الأمريكية زيادة الدعم للمعارضة المسلحة وتكثيف الجهود الدبلوماسية. إلا أن عضو الكونغرس الجمهوري بيتر كينينغ دعا إلى ضرورة وجود نهج أكثر وضوحا. أعتقد أننا يجب أن نستخدم الحد الأقصى والاستفادة من صواريخ كروز لتستهدف الأماكن التي يتم تخزين الأسلحة الكيماوية فيها، وكذلك مراكز القيادة والسيطرة. وتتمركز 4 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي جعل احتمال توجيه ضربة أمر يبدو قريبا. بينما ترى المحلل الأمنية فراند تاونسند أن صواريخ كروز وحدها لن تكون كافية. الضربات بصواريخ الكروز تستخدم لشراء بعض الوقت، ثم تحتاج بعد ذلك لنظام دفاع جوي متكامل. وبسبب المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مقاتلات داخل المجال الجوي السوري، يعتبر ذلك الأمر أقل احتمالا في وقت استبعد فيه البيت الأبيض إرسال قوات برية إلى سوريا. وبحسب مصادر داخل الإدارة الأمريكية فإن القرار النهائي قد يأتي قريبا.